احنا في الصيف، حشرات الصيف، زواحف الصيف، الحاجات الغريبه اللي بتظهر في الصيف، الدبان، الحاجات الغريبه اللي بتدخل لنا في الصيف بيوتنا. عايزه اقول لكم انا حرفيا بعد استخدامي للمنتج اللي انا هقوله لكم ده، انا بقالي سنتين ما دخليش لا فار ولا صرصار ولا اي حاجه من الحشرات. طبعا النمل كنا اتكلمنا عليه قبل كده في فيديو فات، انما انا بتكلم دلوقتي في الحشرات الزحفه او الطايره حرفيا، بس اللي يستحمل ريحته. يعني بصراحه هو ريحته وحشه قوي، يعني ريحته فظيعه. ده اللي بيستخدم في الفنادق يا جماعه. في ناس بتسميه ميليسيوم، في ناس يعني مكتوب عليه ميلاسون، بس هو ماده اسم الفعال، الماده الفعاله بتاعته ميليسيوم. الميليسيوم ده بيتحط الغطا بتاعه على ميه المسح، بنمسح بيها المكان اللي احنا قاعدين فيه. فظيع، ريحته وحشه، بس احنا كل اوضه هنمسحها هنقفلها او هنهويها او هنبعد عنها، لان الناس اللي عندها حساسيه صدر ما ينفعش تستخدمه نهائي. ولكن عايزه اقول لكم ان ده فعلا اللي بيستخدم في الفنادق، اللي بيستخدم في رش الجناين، بجد رهيب رهيب رهيب. هو اللي في الشركه المصريه في وسط البلد عند ميدان، مش عارفه هو اسمه ابراهيم باشا، عندي ميدان ابراهيم باشا ما بين العتبه وما بين وسط البلد، في الشركه المصريه بتبيعه. هو ده الاصلي، علشان في ناس كتير قوي بتقلده. لو تعرفوا حد بيبيعوه الاصلي زي ما قلت لكم، مكتوب عليه ملاسون، مكتوب كده، بس هو اسمه ميليسيوم. العبوه لونها ازرق، العبوه الصغيره دي بحوالي 80 جنيه، العبوه الكبيره بحوالي 400 جنيه. ان احنا نقضي على الحشرات نهائي ونقضي على الرعب اللي احنا ممكن نكون عايشين فيه ده، مش مهم الفلوس صراحه. انا عايزه اقول لكم ان انا من كام يوم فتحت الباب عشان ارمي السله بتاعتنا بره، لقيت برص ماشي على الحيطه، فالحمد لله عشان انا محصنه البيت بالميليسيوم ده مفيش حاجه الحمد لله بتدخل لي. انا اساسا ساكنه، الناس اللي ما تعرفنيش ساكنه في مايو، فالمنطقه صحراويه ومليانه زواحف ومليانه فران، فالحمد لله زي ما قلت لكم بقالي سنتين ما دخليش اي حاجه. هاتوه زي ما هو انتم شايفين، ده طبعا العبوه اللي انا مستخدماها، ما جبتش عبوه جديده لسه بصراحه، ده ما بيتباعش في الصيدليه. انت بتقولي لنا دلوقتي ان في فرق بين الميليسيوم الاصلي والميليسيوم اللي مش اصلي. طب احنا هنعرف منين بقى الفرق بين الميليسيوم الاصلي واللي مش اصلي؟ بصوا يا جماعه، الميليسيوم اللي مش اصلي اللي هو المضروب بيبقى عامل زي الجاز، لما بنحطه على الميه بتبقى كثافته غير كثافه الميه، يعني بيبقى بيطفو على سطح الميه كده ما بيمتزجش، كانك حاطط زيت على ميه، تقعد ترجه تلاقيه دخل جوه الميه وبعدين في الاخر بقى فوق الميه. ده مش اصلي، ده كده مش ميليسيوم اصلي، ده كده مغشوش. الميليسيوم الاصلي بيبقى عامل زي اللبن، يعني هو بيبقى لونه شفاف خالص، واول ما بنحطه على الميه بيمتزج بالميه ويبقى لونه لون اللبن، يعني لونه ابيض. في الشركه المصريه اللي في ابراهيم باشا ما بين العتبه ووسط البلد. اشوفكم على خير في شورت فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومن الصيدليه. باي باي.